السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ استكمالا بقى لماراثون انتقالات الصيفيه في دوري الروشن، الهلال والاهلي بيدخلوا قصاد بعض في صفقه قويه جدا. مهاجم نادي لايبزيج الالماني اللاعب سيسكو، حته مهاجم من طراز فريد جدا، الانديه كلها بتجري ورا السنه دي. اللاعب كمان عنده 21 سنه، يعني مستقبله كبير جدا، والفريق اللي هيقدر يضمه الموسم اللي جاي هيستفيد منه على مدار ما لا يقل عن 7-8 سنين. اللاعب ده نادي لايبزيج عايز يجدد معاه، نادي ارسنال عايز يضمه، نادي تشيلسي عايز يضمه، نادي الهلال عايز يضمه، نادي الاهلي السعودي عايز يضمه. بس خلينا دلوقتي في الناديين السعوديين اللي بيتنافسوا على اللاعب. الهلال والاهلي بيتنافسوا عليه بقوه، وقدموا له الاثنين عروض، والعروض تقريبا واحده. كل نادي قدم 30 مليون دولار راتب سنوي و20 مليون دولار مكافاه توقيع. فانا اتوقع انه بنسبه 60-70% اللاعب هيتنقل للدوري السعودي. لكن هيتنقل فين؟ في الهلال ولا الاهلي؟ دي هتعتمد على رغبه اللاعب في الانتقال لاي نادي. ندخل بقى على الصفقه الثانيه، وهي برونو فرنانديز. برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد على اعتاب نادي النصر. النصر بيتفاوض مع برونو فرنانديز بقوه كبيره جدا، وممكن بنسبه كبيره نلاقيه موجود في نادي النصر. لكن لو في حاله لو برونو فرنانديز ما تمتش صفقه معاه، فالنصر برضو مش هيسيب دي بروين للهلال يكون لقمه سهله، ولا الاتحاد كمان هيسيب دي بروين، لان الاتحاد عينه على دي بروين والنصر عينه على دي بروين في حاله لو صفقه برونو فرنانديز ما تمتش، والهلال عينه على دي بروين علشان يلعب معاه كاس العالم للانديه. فالمنافسه هتبقى شديده جدا ما بين الثلاث انديه دي على دي بروين. بجانب ان محمد صلاح طبعا بنسبه كبيره جدا هو في الاتحاد، لكن النصر برضو داخل على الرادار. فالاتحاد والنصر برضو شغالين على صفقه محمد صلاح وبيتنافسوا عليها. فالدنيا مولعه ما بين الانديه السعوديه، ما فيش فريق ولا نادي شغال بيجيب صفقه لوحده غير يمكن بس الشباب بقى جاب حته لاعب مهاجم من بنفيكا، رافا سيلفا. رافا سيلفا هو مهاجم من طراز فريد جدا، مهاجم قوي، لعب الموسم اللي فات 52 مباراه، احرز منهم 22 هدف وصنع 15 هدف. يعني انت عندك مهاجم بيحرز اهداف وكمان بيصنع اهداف، يعني هو مساهم في 37 هدف من اصل 52 مباراه لعبهم. متخيلين الرقم؟ رقم كبير جدا. فالمهاجم ده هيبقى مهاجم تاني في نادي الشباب، وهيكون اضافه للنادي الشباب. المهاجم عمره 31 سنه، بس يقدر يديك على الاقل 3-4 سنين كمان لقدام. طيب كده انتهت كل التقارير اللي بتتكلم عن انتقال لعيبه اوروبيه بتلعب في التوب ليفل للدوري السعودي. لا، في عندنا 2 لعيبه على رادار الدوري السعودي، بس لحد دلوقتي لسه ما تعرفش هم دول هيجوا فين بالظبط. هنشوف الايام اللي جايه هتبان الرؤيه اكتر. هو جواو كانسيلو وتوماس بارتي. جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي اللي معار لنادي برشلونه، وتوماس بارتي اللي بيلعب مع ارسنال له 5 سنين. فالاثنين لعيبه دول لعيبه كبار جدا والعيون عليهم، بما ان ارسنال ممكن يفكر يبيع اللاعب علشان يستفيد منه قبل ما اللاعب يقدر ان هو يتنقل حر في صيف 25. وجواو كانسيلو مانشستر سيتي وجوارديولا مش عايزينه يكمل معاهم وبيفكروا في اعارته، وبرشلونه ما جددش الاعاره بتاعته، وهو لسه لاعب يقدر يديك كتير في الملاعب. بيلعب في منتخب بلاده كويس جدا اساسي، كان بيلعب في برشلونه اساسي طول الفتره اللي فاتت دي. لكن برشلونه عموما يعني ما بيأديش بصوره كويسه على مدار الموسم، الفريق كله ضايع. فعشان كده جواو كانسيلو مش ظاهر قوي، لكن هو ظهير ايمن كويس جدا لو جه الدوري السعودي. واتوقع انه لو جه النصر ويكون اضافه مع سلطان الغنام هيعملوا جبهه قويه جدا في النصر. طيب المديرين برضو الاقوياء جدا اللي هيجوا يعملوا طفره في الدوري السعودي، المدير الفني الايطالي جاتوزو خلاص التعاون خلص معاه، وهيكون السنه اللي جايه هو المدير الفني لنادي التعاون. والله الدوري السعودي ما بقاش سهل، والانديه السعوديه ما بقتش سهله. مش شرط حتى الاربعه الكبار التوب ليفل اللي بيدعمهم صندوق الاستثمار، حتى التعاون قدر يجيب مدير فني كبير زي جاتوزو. لسه كان بيدرب نادي فالنسيا من الدوري الاسباني، وقبل كده درب نادي ميلان ونادي نابولي، ودرب انديه كتير في اوروبا. بس دول افضل الانديه اللي هو دربهم، واللي انهى معاهم الموسم اللي فات نادي فالنسيا. يعني هو اتنقل من الدوري الاسباني للدوري السعودي، فده طفره جديده في الدوري السعودي والانديه السعوديه حتى اللي ما بيدعمهاش الصندوق. نادي التعاون قدر يخلص الديل مع جاتوزو تقريبا في حدود 9 مليون دولار كراتب سنوي، فده هيكون اضافه كبيره، واتمنى ان هو يكون قد المسؤوليه ويكون اضافه كبيره لنادي التعاون، ويكون اضافه كبيره للتنافسيه اللي هتكون موجوده داخل الدوري السعودي السنه اللي جايه. كمان نادي الشباب قدر ان هو يضم رافا سيلفا. بامانه المهاجم ده هيبقى مهاجم شرس جدا قصاد كل الفرق اللي هيواجهها، وهيتعب قوي الدفاعات بتاعتها. بس لحد كده
احنا وصلنا لنهاية الفيديو ده، لكن اخبارنا مش هتنتهي ولسه قدامنا شهرين. كل يوم كل يومين هنطلع لكم باخبار جديدة، وهنقل لكم كل جديد اول باول من الصحف الانجليزية والصحف الايطالية والصحف الاوروبية بشكل عام، والصحف حتى العربية والسعودية بشكل خاص. شكرا لكم لمتابعتكم، ونشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.